السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم حبايب قلبي، كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بشكركم شكرا جزيلا. الناس اللي دخلت عندي وعملت اشتراك للقناة، كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني، اللي دايما معايا وفي ظهري وسندي بعد ربنا. حبايب قلبي واخواتي، حطوا لي اللايك. كل سنة وحضراتكم طيبين. اللايك يا جماعة بيفرق كتير، ما تنسوش اللايك. وحطوا لي اكتر من كومنت عشان الفيديو يترفع طبعا، واليوتيوب يرجحوا يعني او يقترحوا. طيب، هنتكلم النهارده عن اليوتيوب واللي حاصل فيه، وكمية الخناقات بين الأم وبنتها، بين الإخوات وبعضيهم، بين الابن وأمه وأبوه. حقيقي بجد 3 مواضيع النهاردة معانا. والله العظيم، أو هتكلم في موضوعين بس النهاردة، وهنتكلم على العملية بتاعة أم جنى. طيب، مبدئيا حطوا لي اللايك. واول موضوع هنتكلم فيه عن زاهيه، وعن حلميه واللايف اللي كانت عاملاه، وكانت معاها لبنى. والخاله حلميه قعدت تتكلم بترد على زاهيه. احنا قلنا لك قبل كده يا خاله حلميه، ما ترديش واشتغلي على قناتك، عشان هم متغاظين منك وهم هيتجننوا منك، عشان نسب مشاهداتك عاليه. الناس كلها بتحبك، سفيره الريف المصري، زي ما الناس كلها اطلقت عليك اللقب ده. بجد يا خاله، يمكن انا عايزه اقول لك انت غلطت ان انت طلعتي رديتي، لكن برضو هنعذرها يا جماعه، ما هي جواها بركان. وقفوا برضو في طريق حلميه، ان هي يمسكوها من ايديها اللي بتوجعها، يمسكوها من ايديها اللي هم عيالها نرمين وطارق. نرمين ياما اتكلموا عليها، وخالتها اقرب الناس ليها هي اللي كلمت عليها وطلعت عليها حاجات كتير قوي، وكلكم عارفينها طبعا. خاضت في عرضها. ودلوقتي جوز نرمين ابو احمد طبعا حكم على نرمين حتى ما تروحش لوالدتها اللي هي حلميه تقرا لها الكومنتات، لان احنا عارفين الخاله حلميه ما بتقراش ولا بتكتب. دلوقتي طارق ابتدى هو يقرا الكومنتات. برضو بنشكرك يا طارق ان انت ابتديت تتعلم حاجه، واحنا بقالنا فتره نقول لك اتعلم القرايه والكتابه، عشان امك ما تحتاجش لحد. شفنا اللايف اللي كانت معاه عاملاه حلميه. في الاخر بصراحه اللايف خلص على صوات الخاله حلميه، دخلوا عليها طبعا زاهيه. بعتت الحاج، هنقول حاج والله ما يستاهل نقول حاج، جوزها عبد المجيد وولادها دخلوا على حلميه وضربوا طارق، ويعني بجد كان منظر فظيع. والصوات بتاع الخاله حلميه اللي وجع قلبنا، والله احنا بكينا يا خاله، مش بايدينا كنا نعمل لك اي حاجه. شفنا الصوات وشفنا كان طارق قاعد بيحكي. طبعا طارق خرج يا جماعه عن شعوره، رغم ان هو مش هتمشي حد، كان بيرد على خالته اللي هي بجد عايزه توقع الاولاد في بعض. يعني انت يا زاهيه هترتاحي لما حد يقع من ولادك او من ولاد اختك حلميه؟ حقيقي بجد يا جماعه، ارحمونا شويه. قبل كده قلنا لكم كذا مره، شوهتوا صورتنا وشوهتوا صوره المصريين. ارحمونا، كل واحد يشتغل على قناته، يا اما كده بجد. والله الواحد بيطالب اليوتيوب دوت، يعني حقيقي بجد يتقفل، ملهوش اي لازمه على الفضايح وقله الادب اللي احنا شايفينها. خالة حلمية طبعا صوتت على ابنها، لان ملهاش الا طارق ونرمين. نرمين خلاص ما بقتش تيجي عند الخالة حلمية، او بقت تيجي لكن ما بتصورش عشان جوزها منعها. خناقات على طول. الخالة حلمية قالت ان في خناقات بينهم وبين بعض. ما هم اللي سمعوا على بنتك طبعا يا خالة، قلبنا معاكي على الصوات اللي انت صوتيه، وكنت خايفة على ابنك طارق. ربنا معاكي ويطمنا عليكي. الواحد حزين والله من ساعة ما شفنا اللايف ده. مش هطول في الموضوع ده، لان بجد الواحد قلبه موجوع، وعايزين نطمن عليكي يا خالة حلمية. دخول الباب كده، يعني دخلوا عليكي بالسهولة دي. احنا بقينا فين يا جماعة؟ هو ده اخر العالم زي احنا ما بنقول نهاية العالم دي؟ دخلوا عليها وضربوا ابنها. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا زاهية؟ اهدي شوية، ده الدنيا من فاتها والله، كما تدين تدان. حطوا لنا اللايك يا حبايبي، ونتكلم برضو على ام جانا، وهنقول لها الحمد لله على سلامتك. عملت عمليه
تحويل المسار يا جماعه. وقبل كده قلنا لك يا ام جنى انت عملتي عمليه تكميم، بلاش تاكلي كتير، وزنك زاد جدا، زدت 18 كيلو لما الدكتور رحت له وزن لقى ان انت زايده مش ناقصه. المفروض عمليات التكميم بتبقي بتاخدي فيتاميناتك، بتحافظي على اكلك، لكن انت قبل ما تروحي حتى تعملي العمليه يا ام جنى قلت انا هعمل محشي عشان نفسي اكل محشي. محشي ايه يا جماعه؟ شوفوا وزنكم كلكم عاملين ازاي. كنت انت ولا مراوده ولا مشروق دلوقتي اللي بقت ضربت رخره، وشروق اللي عملت لها التكميم، ودلوقتي ما شاء الله البنت زادت جدا، جنى اللي تخنت، ريان اللي هينفجر، كلكم يا جماعه. هو انتوا يعني هنقول انتوا ما شفتوش اكل قبل كده بالطريقه دي او عز بالطريقه دي، لكن حافظي الصحه ما فيش بعدها ولا قبلها. راعي صحتك يا ام جنى. حقيقي بجد اتكلمنا معاكي كتير، قللي في الاكل شويه عشان جسمك ضرب جدا جدا. في الاول وفي الاخر بنقول لك الحمد لله على سلامتك، وربنا يخليكي لاولادك وتقومي لهم يا رب بالسلامه. حطوا لنا اللايك بقى، هنتكلم في الموضوع المهم يا جماعه. وضني اللي بنقول لك انت عاق، انت زعلان من الكلمه دي، احنا بنقولها لك انت فعلا ابن عاق، انك انت طالع عامل فيديو حوالي 40 دقيقه وطالع تتكلم على والدتك عامله عمليه، واللي شايفينها واقفه معاها صاحبتها بكابوزه، هي الوحيده دي اللي هي واقفه معاها ونفعاها دلوقتي كلهم، ان كانت ام اوسه ولا ام اميره ولا ام كارما ولا ام راشد اختها، كلهم تخلوا عنك يا ام ضني. بس ربنا اقوى من اي حد، وربنا جنبك، شايفينك بجد مظلومه. حتى لو انت بتعملي ايه احنا مش شايفينه، احنا شايفين اللي قدامنا. الست دي اتظلمت كتير يا جماعه وما كانتش بتطلع ترد. انت ولد عاق حقيقي بجد، واحد غيرك كنت وقفت المهزله دي كلها. ام اميره اللي ام ضني وقفت جنبك ونفعتك وخدمتك، وكانت مش مخلياك عايزه حاجه بأمارة الحاجه اللي جابتها لك من السعوديه لما راحت قعدت عملت عمره وقعدت شهر عند عم ناجي. بنقول لك يا عم ناجي يا ريتك تحافظ بقى على ام ضني، انزل وقف جنبها. عيشوا هنا، بلاش قنوات وبلاش وجع قلب. لو انت عايز تشتغل على قناتك اشتغل على القناه هنا. انتوا محتاجين ايه؟ ابنكوا ده خلاص ده منه لله. والله يا عضني هتشوف اللي عمرك ما شفته، وابوك وامك مش راضيين عنك. انت طلعت قلت كلام بجد تقشعر لله الابدان. عيب عليك، قلت كلام فظيع. قلت على قنوات النقد ان هم برضو الحاج ناجي بيقبض قنوات النقد عشان يطلعوا يتكلموا عليك. انت ايه؟ انت قلت انا بعمل القناه مخليها للدم الخفيف، اهزر اضحك اضحك الناس. انت سخيف اصلا وسمج، انت ما فيكش ريحه الدم الخفيف. وابنك قالها لك في عيد الحب الفالنتين اللي انت كنت عامله، وجايب هدايا وجايب معرفش ايه. طب روح لامك اقف معاها في المستشفى. انت يا ابني بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هات لامك هديه بدل ما انت مامتك مرميه في المستشفى وانت بتعمل عيد الحب. حتى ابنك قال لك سليم قال لك انت دمك سم، والله العظيم فعلا انت دمك سم، وكفايه ربنا وحسابك عنده. امك وابوك جنتك ونارك، انت اخترت كده بيتك، وقلت ان حليزه قال لك اقفل الدايره على نفسك بيتك وعيالك. ازاي كده وانت بتسمع بتقول الكبير بتاعي حليزه؟ لا، الكبير بتاعك ابوك وامك بعد ربنا الاول وهم بعديهم. بجد اهلك لا تهلك. انت بتقول ام اميره اختي، انت عايزني اقف قدام اهلي واخواتي؟ طب وامك دي ايه؟ ضمك ابدا من الناس دي كلها. الناس دي كلها غدروا بامك. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فوضنا امرنا لله. دي ام يا جماعه، والا الام خط احمر منك لله يا ضني. هتشوفوا سليم هيعمل فيك والله اكتر من كده. وانت يا ياسمين اهدي شويه. الفيديو اللي كان عامله ضني انتوا عملتوا قط كذا مره وشفنا، معنى كده ان انت بتمليه الكلام اللي هيقوله هيقعد لك في ابنك، وابنك هيعمل فيكي كده بالظبط. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.